في ليلة من الليالي السما بتتلون فيها النجوم بلون غريب. ظهر في الأفق جسم ضخم عامر بأضواء 3 ألوان مبهرة: أزرق نيلي، أخضر زمردي، وبرتقالي فتاك. الجسم ده اللي العلماء سماه 3 أتلاتاس بيجمع حوالين نفسه موجات غامضة بتصدح بنغمات محدش عارف يفسرها. قالت اللي شافوه حسوا بخفقان في قلوبهم، وكأن الكائن ده بينادي على أسرار الكون المدفونة. أول علامة على قرب وصول أثلاتاي أتلاس كانت لما الأرض بدأت تهتز خفيف، والأقطاب المغناطيسية لعبت دورها في رسم خطوط ضوء مرمزة في السماء. كبار الفلكيين سجلوا بيانات متناقضة، بعضهم شاف إشارة رقمية متكررة، وبعضهم شعر إن الموجات دي بتحاكي عملية تفكير ذكية. الأهالي في المدن الكبيرة لاحظوا اختفاء الطيور المفاجئ وزحف ضباب خفيف غريب اللون فوق المحيطات. اللحظة الحاسمة قربت، والقلوب بتدق بخوف وفضول. هل الأثلاتاي أتلاس جاي ينقذ الإنسانية من المصير المظلم، ولا جاي يختبر قدرتنا على التعايش مع كائنات فائقة الذكاء؟ في الحاضر بنرقب بحذر اللي بيحصل في السماء، وكل ما نسمع صوت الأنظمة الأمنية بتعلن حالة التأهب القصوى بيزيد السؤال: هل إحنا مستعدين لاستقبال الرسالة الكونية الكبيرة اللي ممكن تغير مصيرنا للأبد؟